السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا بناء على طلب حضراتكم، وهو هنتكلم عن السيد البدوي. كتير طبعا من مصر عارفين مين هو السيد البدوي أو مكان السيد البدوي، وناس معتقدين إن هو ذات كرامات ورجل بيعمل المعجزات وبيحيي الأموات وحاجات كتيرة قوي قوي. ناس كتيرة معتقدين إن هي الصح، والناس فعلا برضو ما يعرفوش السيد البدوي ولا يعرفوا مكانه فين. احنا بقى جايين هنا ان شاء الله علشان نوضح للسادة المتابعين مين هو السيد البدوي، وهل الكلام اللي بيتقال عليه ده صح ولا لا، وهل هو فعلا شيوعي ولا صوفي ولا ايه قصته بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ القصة. السيد البدوي اتولد في مدينة فاس في المغرب سنة 596. اسمه الحقيقي أحمد ابن علي ابن إبراهيم، ده اسمه الحقيقي. في مصادر كتيرة وكتب كتيرة اتكلمت على إنه من الأشراف، وبيرجع نسبه إلى سيدنا الحسين. ده برضو الكتب هي اللي بتقول. والده سنة 603 هجريا قرر انه يطلع الحج، هو قاعد في المغرب، فعلشان يروح من المغرب لمكة علشان الحج ده في الوقت ده كانت ايه، مشوار يعني. فهو وهو رايح عدى على مصر، قعد في مصر 3-4 سنين كده، وبعد كده ايه راحوا الحج. ولكن لما طلع وصلوا مصر وقعدوا فيها بقى كده، في ناس ساعتها كانوا بيقولوا انه شيوعي. مصر في الوقت ده نفسه كانت دولة تبع الدولة الأيوبية السنية، وطالما مصر كانت تبع الدولة الأيوبية فكانوا مانعين أي شيعي يدخل في مصر في الوقت ده. تمام كده، يبقى خلاص يبقى السيد البدوي مش شيعي. سنة 608 بقى راحوا مكة وعاشوا هناك فترة، واتعلم الدين الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي، وحفظ القرآن الكريم كله، واتعلم الطرق الصوفية. تمام، لأن في ناس برضو قالت إنه صوفي، فهو فعلا اتعلم الطرق الصوفية. كان على طول ملثم الوجه، يعني حاطط كده على وشه تلسيمة. التلسيمة دي في برضو الكتب قالوا حاجتين، قالوا ان هو كان بيتكسف جدا وكان متواضع جدا، اللي هو يبص في وشه في وش الناس. دي كتب. وفي ناس برضو قالوا لا، ده هو كان عنده الجديري في وشه، فعلى طول كان ايه، ملثم. فالتلسيمة دي كانت محدش فاهم بالظبط هي اتعملت ليه، بس هو كان ملثم وكانوا بيسموه برضو الراجل الملثم. وبعد كده قرر انه يروح العراق سنة 634. والعراق في الفترة دي كانت مهد الصوفية، يعني كلهم كانوا صوفيين. يعني كده خلاص بقى نقفل باب انه شيعي خالص، مفيش حاجة اسمها انه هو كان شيعي. خد اخوه وراح العراق. في الفترة دي كان الشيخ المسؤول عن الصوفيين، الشيخ الوسطي، توفى، فقالوا يجيبوه مكانه. وفي ناس قالوا لا، ده هو شاف حلم اللي هو لازم يتعين مكانه، فهو هيتعين مكانه. المهم في 635 بقى راح رجع ايه الأحمد البدوي لمصر، وراح اختار مدينة طنطا. مدينة طنطا كانت صغيرة كده خالص، محدش كان يعرفها، بس هو اختارها اللي هي قريبة من الإسكندرية وفي حتة ايه مش معروفة، وهيقعد فيها براحته يعني. تمام. وكده الصوفيين أخد نفس النهج بتاعهم وقعد فيها، وبقى
السيد البدوي هو صاحب البلد. وعلى فكرة السيد البدوي هو السبب اللي بيخلي اللي خلينا طنطا تتحط على الخريطة. طنطا أصلا ما كانتش على الخريطة، هو السبب اللي خلى تتحط المدينة نفسها على الخريطة. المهم سكن في بيت كان غاوي بقى، اللي هو يقعد فوق السطح ده برضو من كل الكتب، وكان يبص للشمس فترات طويلة لغاية ما عينيه بتحمر جدا جدا، وما كانتش بيقفلها غير بصعوبة جدا. فكان بيعمل تصرفات مش اللي هو الطبيعية، لا كان تصرفاته غريبة جدا. الشيخ أحمد حجاب في كتابه آراء في حياة السيد البدوي قال إنه غريب الأوتار، وتصرفاته كانت غريبة، وكان ساكت خالص صامت، مش اللي هو بيتكلم طبيعي أو حتى ولا رغاية ولا بيتكلم طبيعي، ساكت خالص. وكان ممكن بيقعد فترة طويلة من غير أكل، فتصرفاته كانت غريبة جدا 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 معاه. وبعد كده كان يعني ايه مش مهندم لبسه على طول كده، مش نظيف ومقطع، ومش مهتم اصلا بنظافته ولا بلبسه ولا الكلام ده خالص. تمام. وكان الناس يعني بتسميه في مصر هو الراجل الملثم. حتة بقى الكرامات اللي جت من ايه؟ كلها معتقدات لكتب بعد وفاته بفترات طويلة. يعني الشيخ أحمد حجاب اتكلم عنه بعد وفاته ب50 سنة، أما في وقت إن السيد البدوي كان عايش ما فيش حد نهائي كتب عنه أو عن إكراماته ولا الكلام ده خالص. الكتب اللي جت بعد كده في قالوا ان هو كان ناس بتجيله من المنصورة، واحدة جت تعيط له من المنصورة وتقول له بنتي ماتت وعايزاك تجيبها لي تاني، خير الله ما اجعله خير، طلع ايديه كده وراح يجيب لها بنتها وهي طبعا كلام يعني ما يعقلش كده. احنا لما ناخد مصادر كلام بناخد المصادر من ناس اللي هي كانت في الوقت ده، وما فيش كتاب هارجع اقول تاني اتكلم عن كراماته ولا الكلام ده كله اللي الناس كلها عايشة في الوهم في الفترة دي نهائيا خالص. وارجع اقول اللي احنا كمسلمين وموحدين بالله ومتبعين سنة رسول الله، غير كده لا. فنستخلص من قصته انه مفيش اكرامات ولا الكلام الفاضي ده خالص، لا هو راجل كان حافظ كتاب الله وبس. شكرا لكم، السلام عليكم.